ريماس، ريماس يا حبيبتي تعالي. نعم يا ماما. تعالي يا حبيبتي ساعديني نعمل الغدا لان باباكي هيرجع تعبان قوي من الشغل. وروحي خدي التابلت من ايد اخوكي علشان عينيه. حاضر يا ماما. ازيكم يا حلوين؟ بابا جبت لي حاجه وانت راجع يا بابا؟ لا يا حبيبي معرفش اجيب حاجه المره دي، بس اوعدك المره الجايه باذن الله هجيب لك. تعالى يا حبيبي تعالى، زمانك تعبان. هوبا تسلم ايديك يا احلى هدى. صحه وهنا، يلا كله يلا. انا رايح يا حلوين اخد دش واغير هدومي. اقعدوا بقى علشان نيجي نتفرج على فيلم سوا. حاضر يا بابا. يا ظهري، انا لازم اكشف على ظهري بجد، ما عدتش بستحمل الوجع. معلش يا شريف حبيبي، ربنا يعينك يا رب. ان شاء الله لما اقبض المرتب بتاعي هنبقى نروح نكشف ان شاء الله. هو انت ليه ما بتغيرش وظيفتك يا بابا؟ هو انا يا بنتي كنت لقيت شغل وقلت لا؟ وبعدين الحمد لله في غيري مش لاقي. لما اشتغل عامل نظافة احسن ما اشتغلش خالص. وبعدين وظيفة عامل النظافة دي هي اللي جابت لنا البيت ده، هي اللي بتأكلنا وبتشربنا وهي اللي مقعدانا. وانا بقول يا رب لو حتى هي وظيفة مش قد كده ارزقني منها فلوس حلال. طب قوموا يلا يا حبايبي علشان تناموا عشان بكرة مدرسة. يلا يا رماس حبيبتي روحي على سريرك وخدي كمان اخوكي نامي على سريره. انا بحس ان رماس بتتكسف مني. بتتكسف منك ازاي يعني؟ ما بتحبش تتكلم عن وظيفتي ودايما بتبصلي بصات غريبة. اكيد مش قصدها، وانت بتتعب وبتشقى علشانها مش عشان غيرها. معاك حق. انا نازل الشغل يا حبيبتي فطري الاوراق كويس. من عناية يا شريف، ربنا يعينك يا رب ويرزقك برزقهم الرزق الحلال يا رب. امين يا حبيبتي. عايزة حاجة وانا جاي؟ لا عايزة سلامتك. صباح الخير يا حبايبي، يلا علشان تفطروا. هو بابا هيجي ياخدني من المدرسة زي كل يوم ولا لأ؟ النهاردة عنده شغل اضافي يا حبيبي، ان شاء الله انا اللي هاجي اخدك النهاردة. يلا البسوا هدوم المدرسة عشان ما تتأخروش. يلا خليكي واقفة بعد ما المدرسة تخلص ب5 دقايق قدام البوابة. ان شاء الله لو خلصت الشغل بدري هاجي اخدك. خلاص كده يا شباب، حصة النهاردة خلصت، اشوفكم الحصة الجاية ان شاء الله. وما تنسوش الواجب. هو انتي مش هتجيبي بقية الكتب الدراسية؟ لسه بابا ما قبضش. باباك الزبال هيقبض امتى يا ريماس؟ وانتي مالك يا رغد؟ وبعدين ما اسمه الزبال، اسمه عامل نظافة. واول واخر مرة تتكلمي مع ريماس كده تاني. على الاقل ابوها بيشتغل وبيحبها، وانت ابوكي غني وبيكرهك. ده انتوا عيال سخيفة. ما تزعليش يا ريماس، ابوكي بيشتغل شغلانة حلوة على فكرة، وشغلانة محترمة وفيها تعب وشقة. انا فعلا بتكسف من وظيفة بابا، وبحس ان انا متضايقة كل ما بشوفه راجع من الشغل. لا طبعا، انا لو مكانك ابوس ايد بابا كل يوم على اللي هو بيعمله علشاني، لان هو فعلا لو مش بيحبك انت وامك واخوكي ما كانش اشتغل كده. وخليكي دايما فخورة بوالدك لان هو الوحيد اللي بيتعب علشانك. شكرا جدا يا جنى، انا مش عارفة اشكرك ازاي. انا مبسوطة قوي انك صاحبتي ودايما بتدعميني ودايما بتشجعيني. ريماس يا حبيبتي انا جيت عشان اخدك. بابا انت ايه اللي جابك هنا؟ المفروض ماما اللي كانت تيجي. انا لقيت نفسي خلصت الشغل بدري فقلت اجي اخدك يا حبيبتي. ايه ده ابوها زبال. وانتوا مالكم يا رخمين انتوا؟ باباها احسن واشرف من ابهاتكم اللي قاعدين حاطين رجل على رجل وما بيعملوش اي حاجه. على الاهل يعرف يربي بنته، مش زيكم مش لاقيين حد يربيكم. بص لنفسك في المرايه واعرفي تتمري على مين بعد كده. وانت برضو بص، وانت شوفوا نفسكم. الراجل ده لولا انتوا كان زمانكم قاعدين في كزاره زيكم. بص يا جنى حبيبتي مفيش داعي لكل ده. ايه ده، هي عملت كده ليه؟ ده حتى مش ابوها. تعالوا بسرعه، البنت دي شكلها مجنونه. انا اسفه يا عمو اني اتعصبت قدامك، بس هما فعلا دول اولاد مش متربيين. لا يا حبيبتي عادي، حصل خير. وانت يا ريماس المفروض تفتخري بابوكي. انا اسفه يا بابا لاني ما دافعتش عنك. المفروض ان انا اعتز بيك وافتخر بيك اكتر من كده، واقدر تعبك وشغلك ومجهودك علشاني. انا مش متضايق منك يا حبيبتي. يلا احضني باباكي. بحبك قوي يا بابا. وانا اكتر يا بنتي. ودي كانت قصة ريماس وابوها. اتعلمنا من القصة دي ان احنا ما نحكمش على الشخص من وظيفته. ممكن تكون وظيفته بالنسبة لك مش قد كده، بس ده رزقه الوحيد. لو عجبتكم القصة ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتشاركوا الفيديو مع الناس اللي بتحبوه. بحبكم جدا، باي.